اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. هنعمل معاكم النهارده الزبادي بالفراوله وبالمانجا. كده معانا دي فراوله مفرزاها، ودي زبده فراوله، كوبايه سكر، مانجا برضك مفرزاها ومقطعاها كده شرايح، وزبده عاديه بلدي، واتنين لتر لبن. يلا بينا هنبدأ بالفراولة. جبنا طاسة كده وحطيناها على النار. هننزل معاكم بالفراولة، نص كوباية السكر، كده الفراولة كده هتسيح معانا وتكرمل في السكر. هنعمل معاكم المانجا بقى بالمرة. جبت طاسة كده حطيتها على النار، ننزل معاكم بالمانجا، نص كوباية السكر التانية. اللي عايز يقلل السكر يقلله، بس هو كده مظبوط. المانجا بقى تكرمل مع السكر. كده الفراولة تبدأ معانا بالغليان، هنوطي عليها. كده يا بنات الفراولة بدأت تكرمل معانا كده. هنفضل نفتك في الفراولة الباقية كده، عايزاها تنشف خالص، ما يكونش فيها ولا نقطة مية، عشان الزبادي ما يكونش سائل معانا. اهو بنات بدأت المانجا تكرمل معانا كده. هنسيبها تنشف في المية ونفضل نضغط فيها كده، نهرسها نهرسها. مش عايزين فيها ولا نقطة مية. مربى الفراولة بدأت تنشف معانا كده. نفضل اضغط فيها، اضغط في الكتل ده، تضغط فيها. لما تنشف معانا كده نرفعها من على النار. طلع لهم من على النار كده. دي بقت عامله زي مربى الفراوله، وديت المانجا. عادي عايزه تعملي فراوله لوحدها عادي، عندك مانجا عادي اعملي مانجا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. وسيبته يبرد كده، زي دمعة العين كده، ايدك تستحملها. نجيب كده حاجة غويطة ونحط فيها الزبادي الفراولة، ونضيف عليهم كده معلقتين لبن عشان ندوبهم مع بعض. هنفضل نقلب فيهم كده لحد ما ينعموا بقى مع بعض. مش عايزة الزبادي يبقى كتل، عايزاه تبقى ناعمة. هقلب وارجع لكم. اهو بنات قلبناه كويس، مفيش فيه تكتلات خالص. هنضيفهم على ريت اللبن. اهو بنات كده. هنجيب المضرب نفضل نقلب. تمام كده. نجيب نفس الطاسة كده اللي قلبنا فيها الزبادي، هنحط فيها نص الزبدة دي، وهنضيف عليها اللبن كده. ونقلبها. هقلبها وارجع لكم. اهو يا بنات بعد ما قلبناها هننزلها على لتر اللبن التاني.
يا بنات، ونفضل نقلب فيها. افضل اقلبي فيها كده لحد ما الزبادي تدوب مع اللبن. تمام كده. يلا نشوف هنبدأ نعمل ايه. هنا معايا 6 كوبايات، ومعانا المكنة. لو فاض حاجة هنحطها في المكنة. هنجيب مربى المانجا كده، ناخد منها معلقة نحطها في الكوباية، كمان معلقة زي ما انتوا حابين. خلصنا كمية المانجا، هنعمل الفراولة. شوفوا يا بنات، اهو يا بنات. بعد ما حطينا الفراولة والمانجا، نجيب كده كبشة ديت بتاع زبدة الفراولة، هنحطها على الفراولة كده. تمام كده. هنعمل المانجا. هم يا بنات عملوا معانا 3 فراولة و3 مانجا. فاض معانا كمية لبن اهو في زبادي. اهو بنات، حطينا كمية الباقية في مكنة الزبادي، هنشغلها. تمام كده، قفلنا عليها وهنشغلها كده. اشتغلت ساعتين بالظبط وهنطفي عليها. اهو بنات، جبنا صينية هنرص فيها الزبادي اللي احنا عملناه. ده شكله. ومعانا ميه مغليه، هنحطها كده. تمام كده يا بنات. ومعانا فوطه هنغطيها بيها. غطيناها كده بالشكل ده، ومشغلين الفرن على درجه هاديه، وطفيت عليه سخن بس كده. معانا هنحط فيه الزبادي لمده 5 ساعات، بعد كده نرجع لكم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ورجعنا لكم كده لما الزبادي جمد معانا. ده الزبادي الفواكه اللي احنا عملناه معاكم، ما شاء الله. وده الزبادي العادي، ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله.
مم. اهي، بسم الله ما شاء الله على شكلها كده، وجامده وصلبه معانا كده، والله طعمها حكايه. الفواكه ده انا عيله ما كانوش بياكلوا الزبادي، ما شاء الله بتاع الفواكه ده اكلوها ما شاء الله حلو. يا ريت تجربوها. دمتم بصحه.